تأكد أنها فارقت الحياة. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم جبت لكم واحد القضية اللي بقات سنوات وهي محيرة المحققين، وما عرفوا الحقيقة ديالها حتى خرج تفصيل صغير ما كان حتى واحد منتبه ليه. القصة بدات في مدينة صغيرة معروفة بالهدوء والناس ديالها كيعرفوا بعضياتهم. كانت واحد السيدة العمر ديالها حوالي 30 عام، مطلقة وكتعيش بوحدها. ما كانتش غنية ولكن كانت معروفة بين الناس بالأخلاق ديالها، خدمتها بيديها وما كانتش كتطلب حتى شي حاجة من شي واحد. كل صباح كتخرج بالكروسة ديالها الصغيرة وكتبيع المأكولات الخفيفة للعمال والناس اللي كيدوزوا من داك الطريق، واللي عرفها كيعرف انها كانت ديما كتستقبل الزبناء بابتسامة وما عمرها دخلت في مشاكل مع شي واحد. ولكن واحد النهار في الصباح بكري جا واحد العامل باش يفطر عندها كيف العادة. بقى كيتسنى ولكن ما لقى حتى شي حركة. قرب من الكروسة وعيط ليها اكثر من مره، ما جاوب حتى واحد. دار واحد الدوره صغيره للور ديال الكروسه وفجاه تجمت بلاصتو. كانت السيده طايحه على الارض وغارقه في الدم ديالها. الصدمه كانت كبيره، الناس تجمعوا دغيا وتم اخبار الدرك الملكي اللي وصل للمكان وبداو كيسدوا على مسرح الجريمه. الطبيب الشرعي اكد ان الوفاه كانت بسبب عده طعنات بسلاح ابيض وان الجريمه وقعت في الليل مباشره بعد ما سالت خدمتها. الغريب في القضيه ان الصاك ديالها كان مازال بلاصتو والفلوس ما تسرقاتش والتليفون ما خدا حتى شي واحد. يعني القاتل ما كانش باغي يسرق، كان باغي يقتل وصافي. ومن هنا بدا التحقيق غادي يكشف اسرار ما كان حتى واحد كيتوقع. بعد ما جمع الدرك كل الادله الموجوده في مكان الجريمه بداو كيسولوا الناس اللي كيعرفوا الضحيه. كل واحد كان كيقول نفس الهضره: هاد السيده عمرها اذت شي واحد، كانت كتخدم على راسها وكانت محترمه مع كلشي. ولكن وسط هاد الشهادات خرج اسم واحد الشخص تكرر اكثر من مره. كان واحد الراجل معروف في الحي بانه كان كيعيش في الزنقه وكيشرب شراب ديما. الضحيه هي الوحيده اللي كانت كتساعده، كتعطيه الماكله وكتوصيه ينظف راسو، حتى انها شرات ليه حوايج جداد وعاوناتو يلقى بلاصه ينعس فيها. مع الوقت تبدل الحال ديالو، ولكن كينوض بكري كيعاونها في الترتيب ديال الكروسه وكيجيب ليها الحوايج من السوق ويبقى معها حتى تسالي خدمه في الليل باش يوصلها للدار. هاد الشيء خلى المحققين يشكوا فيه، خصوصا انه كان اخر واحد شافها حيه. جابوه للمركز وبدا الاستنطاق. كان باين عليه الخوف ولكن الكلام ديالو كان منظم. قال: انا وصلتها حتى قربت تسالي الخدمه ومن بعد مشيت بحالي. وزاد قال: الا كنت انا قاتل علاش ما خديتش الفلوس؟ علاش خليت كلشي بلاصتو؟ الكلام ديالو كان منطقي. وزاد على هذا الشيء التفتيش ديال المكان اللي كيسكن فيه ما عطى حتى شي نتيجه، ما لقاو لا موس لا دم لا اي دليل يربطو بالجريمه. اضطروا المحققين يطلقوا السراح ديالو ولكن بقى تحت المراقبه. ومع مرور الايام التحقيق وصل لواحد الطريق مسدود، كلشي الخيوط كانت كتوقف وكل مشتبه فيه كيخرج بريء. ولكن واحد المعلومه بسيطه جات من بلاصه ما كان حتى واحد كيتوقع غادي تقلب القضيه كامله. دازوا اسابيع القضيه بقات بلا حل. كل نهار كان المحققين كيرجعوا لنفس الاسئله: ليه ما كانتش السرقه هي الدافع؟ وشكون عنده مصلحه يقتل هاد السيده؟ وفي واحد النهار جا واحد الدركي عند رئيس المركز وقال ليه: عندي معلومه صغيره ولكن يمكن تكون هي مفتاح القضيه. سولوه: منين جاتك هاد المعلومه؟ قال لهم: مرتي كانت في الحمام الشعبي وسمعت واحد المراه كتهضر على الجريمه بطريقه غريبه. في الاول المحققين ما عطاوش اهميه، ولكن ملي سمعوا التفاصيل قرروا يتحققوا منها. المرة اللي تكلمت كانت خدامة في الحمام وقالت بأنها كتلاحظ واحد الحاجة من نهار وقعت الجريمة. كاينة مرة أخرى كانت كتبيع الماكلة قريبة من الضحية، لما تجي الضحية كانت هي الوحيدة اللي كتبيع تما والناس كاملين كيشريو من عندها. ولكن ملي بدات الضحية الخدمة كلشي تبدل، الكليان ولاو كيمشيو عند الضحية حيت كانت نقية أكثر، المأكولات ديالها زوينة وتعاملها أحسن. أما المرة الأخرى بدات التجارة ديالها كتنقص نهار على نهار. ولكن هذا الشيء ما كانش هو اللي شد الانتباه ديال الطيابة. شدت انتباهها حاجة أخطر: الراجل اللي كانت الضحية كتساعدو من بعد الجريمه مباشره رجع كيقص مع هاد المراه، ولاو كيتلاقاو كل نهار، مع ان الناس كاملين كانوا عارفين انهم كانوا مقاطعين بعضياتهم لسنين. هاد التغيير المفاجئ خلى المحققين يرجعوا يفتحوا الملف من جديد. وكان اول قرار خداوه هو استدعاء المراه اللي كانت كتبيع الماكله، وما كان حتى واحد متوقع ان الاستنطاق ديالها غادي يكشف اخطر سر في القضيه. جات المراه لمركز الدرك وكانت واثقه من نفسها، جاوبت على جميع الاسئله بهدوء وكتاكد انها ما عندها حتى شي علاقه بالجريمه. ولكن المحققين ما كانوش كيطرحوا الاسئله عبثا، كانوا عارفين شي تفاصيل ما قالتها حتى شي واحد. سولوها: منين رجعتي كتجلسي مع داك الراجل؟ تبدل اللون ديال وجهها ولكن بالزربه حاولت تخبي ارتباك ديالها. قالت: غير صدفه كيجي يشري من عندي. المحقق واجهها بشهادات الناس، كلشي اكد انه قبل الجريمه كان مقاطعها وما كيقربش ليها. اما مباشره بعد مقتل الضحيه رجع كيجلس عندها بالساعات. زاد المحقق ضغط عليها، كل مره كان كيواجهها بمعلومه جديده بدات كتخربق في الهضره ديالها. وبعد ساعات طويله من الاستنطاق نهارت
بدات كتبكي وقالت الجمله اللي قلبات القضيه كامله: انا ما قتلتهاش بيدي. المكتب كامل وسكت. المحقق قال لها: ولكن كتعرفي شكون اللي قتلها؟ نزلت راسها وقالت بصوت خافت، قالت: هو اللي قتلها. واشارت لنفس الشخص اللي كانت الضحيه كتساعده. ولكن المفاجاه ما وقفتش هنا. المحقق سالها: وعلاش قتلها؟ جاوبت وهي كتبكي: حيت انا طلبت منه يديرها. بهذا الاعتراف تحولت من شاهده الى متهمه رئيسيه في جريمه القتل. ولكن بقى واحد السؤال محير كلشي: كيفاش قدرت تقنع واحد الراجل كانت الضحيه محسنه ليه باش يقتل المراه اللي وقفات معاه وساعدته يرجع لحياته؟ بعد اعتراف المراه امر المحققين بالاحضار ديال ذاك الراجل على الفور. دخل غرفه التحقيق وهو مازال مقتنع ان القضيه انتهت وانه خرج منها بدون اي دليل ضده. جلس بكل هدوء، ولكن اول ما شاف المراه جالسه قدامه عرف ان كلشي صافي سالو. قال ليه المحقق: هي اعترفت بكلشي. بقى ساكت. المحقق زاد قال: وقالت لنا بلي هي اللي وصاتك انك تقتلها. هذا الراجل وحط راسو بين يديه، وبعد لحظات من الصمت قال: ايه انا اللي قتلتها. غرفه التحقيق كامله ساكته وسولوه: علاش؟ جابوه هو نادم. هي كانت السبب. واشار للمراه قال انها كانت كل نهار كتزرع فيه الكره، كتقول لي بان الضحيه هي اللي خربت لهم حياتهم، وهي اللي خدات الكليان كاملين وخلاتهم يخسروا رزقهم. مع مرور الايام بدا كيتيق الهضره ديالها، حتى وصل النهار قالت ليه: الا بغيتي نبداو حياه جديده خاصها تمشي من طريقنا. في البدايه رفض، ولكن مع الضغط المستمر والشراب والهضره اللي كانت كتردد ليه كل نهار وافق. وفي ليله الجريمه بقى كيتسناها حتى ساعات خدمتها، وملي ولات الزنقه خاويه قرب منها من اللور، سد ليها فمها باش ما تغوتش، وخرج السكين ووجه لها عده طعنات متتاليه، ومن تما طاحت على الارض وتاكد انها فارقت الحياه. ومن بعد هرب مباشر عند المراه اللي كانت كتحرضه. بعد الاعتراف قرروا المحققين يواجهوا الراجل بالمراه اللي حرضته. اول ما دخل وشافها قدامه قال بصوت عالي: هي السبب اللي خلاتني ندير هاد المصيبه. حاولت تنكر وقالت للمحققين كيكذب، باغي يخرج غير راسو. ولكن الراجل بدا كيكشف كل التفاصيل. قال ان المراه كانت كل مره كتجلس معاه وكتقنعه ان الضحيه هي اللي حرمتهم من الرزق، وان حياتهم غيبقى هكا مادام هي باقيه. وفي ليله الجريمه عطاتو الموس وقالت ليه يرجع عندها مباشره من بعد ما تسالي خدمه. وبالفعل من بعد ما قتل الضحيه مشى عندها وهو مازال مصدوم. قال لها: درت اللي طلبتي مني. فخبات السكين وعطاتو واحد المبلغ من المال وقالت ليه يختفي ايام حتى يبرد البحث. ولكن اللي ما كانش عارفه هو ان كلمه واحده سمعتها خدامه في الحمام الشعبي كانت كافيه باش ترجع القضيه الحياه من جديد. وبعد مواجهه طويله بقى عند المراه ما تنكر، واعترفت ان الغيره والطمع خلاوها تفكر تخلص من منافستها باي ثمن. وهكا بانت الحقيقه كامله، وتحول الملف من جريمه غامضه حيرة المحققين الى قضيه كشفها تفصيل صغير ما كان حتى واحد منتبه ليه. بعد اشهر من التحقيق وايام طويله من البحث واخذ الشهادات ومواجهه المتهمين بانت الحقيقه كامله. الضحيه ما كانتش عندها عداوه مع حتى شي واحد، وما كانت سرقات حتى شي واحد، وما كانت داخله في حتى شي مشاكل. الذنب ديالها انها كانت خدامه بعرق جبينها، والناس ولاو كيثيقوا فيها ويشروا من عندها. المراه منافسه ما قدرتش تشوف رزقها كينقص نهار بعد نهار، وبدلت الحسد بالحقد، والحقد ولا خطه للتخلص من الضحيه. استغلت راجل كان ضعيف الشخصية عنده سوابق وراجع للإدمان، وكل نهار كتسمم لي أفكاره حتى قنعته أن قتل الضحية هو الحل الوحيد. وفي ليلة واحدة نفذت الجريمة، ولكن الحقيقة ما كتدفنش. كلما خرجت في الحمام الشعبي رجعت القضية من جديد، ومن بعدها كل اعتراف جر اعتراف آخر حتى اكتشفت جميع التفاصيل. وفي نهاية المحاكمة أدانت المحكمة الرجل بارتكاب جريمة القتل العمد، وأدانت المرأة بتهمة التحريض والمشاركة في الجريمة، وصدر في حقها حكم بالسجن لمدة 30 سنة نافذة. أما الضحية فمشات وهي كانت كتفكر في حاجة واحدة: أنها تخدم وتعيش بكرامتها. وقصتها بقات درس لكل واحد كيخلي الحسد والغيرة يعميو ليه عينيه. العبرة من هذه القضية: ماشي كل انسان وقف معاك وخدمك الخير غادي تلقى في النهاية كيرد لك الجميل. كاين اللي كيبيع الضمير مقابل مصلحة، وكاين اللي كيضيع حياته كاملة بسبب كلمة أو حقد أو طمع. والأخطر أن الجريمة حيرت المحققين الأشهر اكتشفت بسبب ملاحظة صغيرة وكلمة قالتها امرأة ما كانتش داخلة في القضية. إلى هنا كتوصل قصتنا ديال اليوم. إلا عجبتكم هاد القصة ما تنساوش تشاركوها مع صحابكم وخليوا لنا الرأي ديالكم. واش كنتو غادي تشكوا في هاد المرأة من البداية ولا حتى النهاية كانت صادمة بالنسبة